بتبدأ قصة الفيلم مع امرأة اسمها لورين، وبتكون لورين متجوزة من راجل اسمه إيلين، وإيلين ده بيكون أكبر منها ب30 سنة، وعندها ولد صغير منه. بعد كده بتروح لورين على الحمام علشان تجهز نفسها للحفلة، ولما بتطلع بتوصي المربية انها تهتم بابنها وتخلي بالها منه عبال ما يرجعوا من الحفلة. وبعد كده بيروحوا يركبوا السيارة وبياخدوا معاهم أخت إيلين، وفي الطريق بيبدأوا يحكوا ويتكلموا عن ابن إيلين اللي هو هيجي من ألمانيا، لأنه كان متجوز قبل كده وله ابن كبير وهيجي بعد فترة من الوقت. وهو بيقول لها إن مايكل احتمال كبير إنه يكون موجود في البيت لما هما يرجعوا من الحفلة. ولورين وهي في الحفلة بتحس بالملل وبتفضل تشرب كحول كتير، ومن ناحية تانية جوزها ما بيهتمش بيها، وبيقعد يقول خطاب كده في الحفلة، وبيقول لهم إن هو سعيد جدا بوجود زوجته لورين معاهم في الحفلة. وبيكون جوزها ده صاحب استوديو غنى وإنتاج، وبيصنع مغنيين للشباب وأغاني ناجحة. ولما الحفلة بتخلص بيفضل جوزها يتكلم مع رجال الأعمال، وأحد النساء يعني اللي بيكونوا في الحفل بواحدة بتفضل تبصله كده بنظرة غريبة، يعني زي ما يكون بتعاكسه. ولورين بتحس بالشي ده وبتدنها فاضلة يعني تبص على جوزها وتراقبه من بعيد. لكن هو بيصعد لغرفة وبيقولها انه هيروح يغير ملابسه علشان يعني قال ايه، وقع على هدومه عصير. وبيدخل مع الغرفة مع واحدة اتعرف عليها في الحفلة وبيعملوا عسل بالقشطة. ولورين بتفضل منتظرة برا جوزها بالساعات، وبتكون حاسة ان هو زي ما يكون بيخونها كده مع واحدة تانية، بس بيكون احساس مش متأكدة. وبيكون في بقى احد اصدقاء جوزها بيطلب منها ان هو يوصلها ان هي توصله للبيت علشان منه شرب كتير فحالته مش كويسة. فهي بتوافق وبتاخده بالسيارة وبتوصل الراجل ده لحد البيت، بس للأسف هي بتكون سكرانة ومش حاسة بنفسها، فأتاريها بدل ما توصله لبيته وصلته لبيتها هي. ولما روحوا البيت بيكون مايكل موجود في الغرفة، وفجأة بيسمع صوت راجل غريب في البيت، فبيروح كده باصص عليه من الباب علشان يفهم قصته ده ايه اللي جاب الراجل ده البيت. الراجل ده كان بيحاول انه يتقرب من لورين عشان هي سكرانة ومش حاسة اصلا باللي هي عملته، لكن هي فجأة بتفوق وبتضربه وبتخليه يمشي من البيت. وفي اليوم التاني بيعرفها إيرين عن ابن مايكل اللي كان مسافر ألمانيا، وبيقولها انه قد ايه هو شخص ناجح وشغوف وبيفهم كمان في موضوع الإنتاج والأغاني، لكن هي مبتكونش مهتمة بكلامه وبتروح على الروضة علشان تودي ابنها الصغير الحضانة. لكن جوزها بياخد ابن مايكل للاستديو، وهناك بتبقى فيه الامرأة اللي هو عمل معاها العسل بالقشطة، كان يعني بيستفاد منها، عايز يخليها مغنية وبنفس الوقت تكون وسيلة للمتعة عنده. لكن فجأة بيصير خلل في صوتها وما تقدرش ان هي تقرا الكتابة، والشي ده بيخليه عصبي جدا لان بالنسبة له اهم حاجة الشغل. لكن ابنه فجأة بيتعصب وبيروح سايب المكان وماشي، وبيروحوا بعدها للمطعم علشان يتعشوا سوا. وبيتعشى مايكل مع أبوه وزوجة أبوه، وهناك بيتعرفوا على بعض وبيحكوا لفترة من الوقت. ومايكل بيسألها إذا هي سعيدة بزواجها ولا لأ، لكن هي بتتفادى السؤال يعني، وبتسأله هو فعلا بيفهم في الإنتاج والأغاني، وهو بيقولها إن هو معلم وكاتب. ولحد دلوقتي بيكون جوزها إيلين مجاش، وده بيخلي لورين تمشي بالمطعم بسرعة لأنها بتبتدي تشك في جوزها مرة تانية. وفي البيت بيكون إيلين عامل اجتماع مع ابنه وصديقه، وبيطلب من لورين إن هي تنضم معاهم في الاجتماع. ولما بيخلصوا بيسألها جوزها إيلين إن هي بخير ولا لأ، لأنها بالفترة الغريبة تصرفاتها كانت غريبة. وفي اليوم التاني مايكل بيقابل زوجة أبوه في الحديقة، وبيقول لها إن زوجته حامل، وهو مش عارف يتصرف إزاي لأن علاقته بزوجته مش كويسة، وهو كان ناوي يطلقها. وبيطلب منها إنها تديله نصيحة، فهي بتقوله إن هو المفروض يتحمل لحد ما مراته تولد وبعدين يتصرف، لأن الطفل ده ملوش أي ذنب. وبالليل لورين بتروح للمسبح علشان تسبح شوية، وبتطلع الصالة بملابس نومها لأنها بتكون نسيت الهدوم في أوضة ابن جوزها. وبعد كده بتدخل المطبخ علشان تعمل كيكة عيد ميلاد لابنها الصغير، ومايكل بيفضل واقف وراها وبيفضل يبص عليها بطريقة غريبة. ولما فجأة بتدخل عليها الخدامة وبتقولها إن في شخص بيسأل عن مايكل في الهاتف، فهي بتطلب منها إنها تحول المكالمة ليها، وبتحكي مع الشخص اللي كان بيسأل عن مايكل، والشخص ده بيطلب منها إنها توصل رسالة لمايكل. فهي بتروح لغرفة مايكل وتدور عليه، لكن وهي داخلة غرفته بيلفت انتباهها الكتب اللي مايكل كتبها، وفضلت تبص على الأوراق والحاجات الكتابة اللي هو كاتبها. لكن مايكل فجأة بيفتح عليها الباب وبيسألها هي قاعدة بتتفرج على ايه وليه بتلعب في أغراضه،
فهي بتقوله إنها اعجبت بخطه جدا، وبتقوله إن زوجته اتصلت عليه، لكن هو ما بيديش أي اهتمام لكده، وبتطلب منه إنه يكتب اسمها بخط إيده لأن خط إيده كان حلو قوي وخطه جميل. وبعد كده بتديله الهدية اللي جابتها له، وبتكون جايباله تيشيرت رياضي، وهو يعني التيشيرت بيعجبه جدا وبيشكرها. وبيجي إيلين وبيلعب مع ابنه مايكل، لكن فجأة هو بيلعب معاه بيضرب جامد برجله، فأبوه بيدنه يصرخ، وبيفضل يقوله انت السبب وانت اللي خليت رجلي تعمل فيها كده، وبيضطر ان هو يمشي بعكاز، وبيدنه يزعق لابنه قدام الناس كلها علشان ابنه خبط رجله وهو بيلعب معاه بالكورة وقدام لورين. فبيتضايق طبعا مايكل وبيسيب البيت بيمشي. وبعد كده لين بيحس بالذنب، بيحس ان هو كلم ابنه بطريقة وحشة قدام الناس، وما يصحش ان هو يهينه قدام الناس. وبتروح بعدها بسيارة علشان تقنع مايكل ان هو يرجع للبيت، وهو بيسألها عن السبب اللي بيخليها تهتم بيه. مايكل بيكون مستغرب ان مرات ابوه بتعامله بالطريقة دي، فبتقوله ان الجو بارد وهو ممكن ياخد برد ويمرض، وبتقوله ان هي معجبة بتصرفاته وبشخصيته. وبتقوله كمان انا عارفة ان انا زوجة ابوك، علشان كده انت مش لازم تبادلني نفس الشعور وتعتبرني ان انا مكروهة بالنسبة لك. لكن هو فجأة مايكل بيتقرب منها وبيبوسها، ولما بتبتدي يعني يقرب منها هي بتوقفه وبتقوله غلط اللي بيحصل ده. وفي اليوم التاني بتفضل لورين تفكر في اللي حصل، ولما بترجع تشوف مايكل مش بتلاقيه في البيت، وبتلاقي الخدامة بتقولها ان في رسالة وصلت لمايكل من زوجته. لكن لورين بتاخد الرسالة وتقراها، وبعد كده بتحضر نفسها للحفلة، والأب ساعتها بيعتذر عن لابنه يعني على ان هو زعقله قدام الناس وكده. ولورين بتسمع كلامهم وبتقاطعهم وبتروح داخلة على الصالة، وبعدها بيروحوا يركبوا السيارة، وبتكون معاهم في السيارة بنت اسمها سيدني. والبنت دي بتكون اشتغلت مع جوزها إيلين في الاستديو، وإيلين بيقعدها في المقعد الأمامي، لكن لورين بتقعد ورا في الكنبة اللي ورا مع مايكل. ومايكل بيحاول ان هو يمسك ايد لورين، لكن هي بتبعده عنها. وبعد كده بيوصلوا على الحفلة، وإيلين بيطلب من ابن مايكل انه ياخد سيدني ويروح يشربوا حاجة، ومايكل فعلا بياخدها وبيحاول ان هو يتقرب منها، وبيعمل معاها نفس اللي بيعمله مع لورين. ولورين لما بتشوفهم كده مع بعض بتبدأ ان هي تغار من سيدني لما تشوفها قريبة من مايكل، ومايكل بيبتعد عنها لما بيلاقي ان في شخص قاعد عمال يبص على لورين وبيحاول يعكسها، فبيروح يضربه. ولورين ساعتها بتخاف وبتسيب الحفلة وبتطلب من جوزها انه ياخدها بسرعة على البيت. وتاني يوم بياخدها مايكل للروضة علشان لورين توصل ابنها، لان ابوه بيكون راح الشغل وما بيكونش لاقي عربية تودي ابنها للحضانة. وهنا لورين بتضعف قدام مايكل وبتقرر انها تكون معاه، فبتطلب منه انه يحجز لها غرفة في الفندق. ولما بيدخلوا الغرفة بيحصل ما بينهم العسل بالقشطة، وبترجع بعدها البيت، وبيسألها جوزها إيلين انتي اتأخرتي برا ليه كده، فبتقوله انها كانت في السينما مع مايكل. وتاني يوم مايكل بينتظر ابوه ان هو يروح الشغل، وبعد كده بيدخل غرفة لورين وبيعمل معاها عسل بالقشطة. لكن زوجة مايكل بتروح البيت إيلين وبتقرر ان هي تشوف جوزها مايكل مختفي فين. وهنا لورين بتشوف زوجته وبتقرر ان هي تبعد عن مايكل لانها بتخاف تخرب على حياته. وبعد كده إيلين بياخد زوجته لورين وبيروحوا الحفلة، وبتشوفهم بعد كده لورين بتشوف مايكل قاعد مع زوجته وهما الاتنين قاعدين يضحكوا مبسوطين. فبتفضل هي متضايقة لانها بتكون غيرانة، وبتفضل المشروب اللي بتشربه. وبعد كده جوزها بيناديها في الاستديو وبيحكي خطاب عن نجاحه في الاستديو، وبيرقص مع زوجته عشان بيحتفل بنجاحه. وبيتضايق مايكل وبيغير على لورين لما بيشوفها بترقص مع ابوه، فبيقاطع عليهم الرقص وبيطلع يلقي خطاب على الناس. وبالرغم من انه هو مش ينفع انه يقول الخطاب، لكنه مهتمش وطلع على مسرحية الخشبة وقال لهم انا بشكر ربي لان ابويا كان راجل ممتاز، حتى ايام طفولتي ما كانش مهتم بيا. وبيقول لهم ان هو راجل عظيم بالشغل وبس، لكنه كأب فاشل وهو وزير نساء، وعشان كده دايما بيستغل البنات اللي بتشتغل معاه. لكن ابوه لما بيسمع كده بيستغرب والناس بتتصدم من التصرف ده، ولورين بتتفاجئ من تصرفاته وكلامه وبتحاول تسيب المكان وتمشي، لكن هو مايكل بيجري عليها وبيعتذر لها عن اللي حصل وبيقول لها انه عمل كده علشان خاطرها، لكن لورين ما بتهتمش بيه وبتسيبه وتمشي. وبعد اليوم التاني
لورين بتطلب من مايك إن هو يتكلم معاها على انفراد، على الرغم من إن زوجته وأبوه بيكونوا موجودين في البيت، والأب بيتعصب من التصرف ده. وبيروح مايكل مع لورين البلكونة، وبتسأل مايكل بتقوله انت بتحب زوجتك ولا لأ، ولو فعلا بيحبها هو ليه قاعد معاهم في البيت ومهتم بيها. فبيقول لها انه اللي حصل بينهم ده هيكون بالغلط، وانه هيفضل ماضي وهينسى كل اللي حصل، وهيفتح صفحة جديدة مع زوجته. وبياخد زوجته وبيسيب البيت وبيمشي. والأب بيدخل الغرفة وبيفهم إن لورين كانت بتخونه مع ابنه، وهي بتقوله إنها عملت كده علشان هو خانها مع البنت اللي شافته في الحفلة. فبيقول لها إنها هتحضر نفسها بالليل علشان هيروحوا يتعشوا في مطعم، وبيطلعوا فعلا هما الاتنين علشان يتعشوا بره. ولما بيطلعوا بتقعد هي في العربية وبتقعد تفضل تبكي وهي قاعدة، وبعد كده بتسيب له المكان وبتمشي، وبتفضل تقوله إن خلاص كده ما ينفعش إن احنا نكمل مع بعض، وبيفهم إن ده خلاص يبقى نهاية جوازهم، وبيخلص الفيلم على كده.